10/10. اوف لا ما قد صارت ذي. بالغت. لا 10 والله من 10. والله 10/10. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم. الليلة هنعمل الترند السوداني اللي هو الجوزية. ما عملتها قبل كده بس هنجربها ونشوفها تطلع كيف. تابع الفيديو للآخر عشان نشوف. خليك قريب حاجة كده من الآخر. جيب كاسة القياس حقتك. أنا هستخدم الكوباية دي فمعي 2 فهشتغل بيهم. الصحن اللي هتعجن بيه هتكب لك كاسة ونص دقيق وعليهم كاسة ونص جوز هند ونص كاسة سكر وعليهم رشة الملح عشان تبرز الطعم وعليهم معلقتين كبار حليب باودر ومعلقة كبيرة باكنج باودر. هنخلط المكونات الجافة وبعدين نضيف نص كاسة سمن وعليها نص كاسة حليب وعليهم علبة زبادي صغيرة. نقول بسم الله ونبدأ نعجن كويس. أخد وقتك في العجين لحد ما العجينة تتلم معاك. هنجيب صحنين وأول صحن نكب فيه جوز هند وناخد من العجينة ونبدأ نكورها ونغطيها بطبقة من جوز الهند ونبدأ نرص الكولا اللي عملناها كلها. وفي الصحن التاني اللي هيدخل الفرن هيكون ممسوح بالسمنة. لما خلصت لاحظت في وحدات أنا عاملهم صغار فشلت من باقي العجينة وزودت عليهم وبعد ما خلصت اديتها رشة بتاع جوز هند وبعدها نحكم الفرن. نفتح الفرن وندخلها في درجة حرارة متوسطة لمدة نص ساعة وبعدين نفتح الشواية من فوق لحد ما تتحمر. على قد ما تستوي نجهز صوص الكراميل. طبعا على النار نضيف عليها كاسة بتاع السكر نخليها على النار لحد ما السكر يذوب. هنضيف عليها معلقة بتاع الزبدة ونقلبها وبعدين نضيف كاستين حليب سائل. هنقلبها لحد ما يتقل معاك ويديك الصوص ده. هنا بعد نص ساعة عدت فتحت الشواية لحد ما اخدت لون وخلاص كده جهزت معي. هي سخنة كده تديها صوص الكراميل وبعديها رشة جوز الهند من فوق. شوف التفاصيل وشوف المنظر. بس اهم حاجة الطعم ونيجي نجربها. ما اكدب عليكم انا جربتها بدون اي اضافات بس هي سخنة كده والكراميل من فوق ورشة الجوز الهند من فوق كده حاجة كده طلع عديل. لازم تجربوها وان شاء الله تنجح معاكم من اول مرة. وبعد ما تجربوها اكتبوا لي آراءكم تحت في التعليقات. وبس كده اذا عجبك الفيديو اضغط لايك ومتابعة لمزيد من الفيديوهات ودمتم في امان الله.